خالتي بامبا الفنانة ملكة جمل، ملكة الشر وخريجة آداب لغة إنجليزية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الفنانة ملكة جمل. تعد واحدة من أبرز فنانات السينما المصرية التي تفردن بتجسيد الشخصيات الشريرة التي علقت في وجدان المشاهدين. ربما تكون ملامحها القاسية ونظرات عينيها الحادة وضحكتها الشريرة هي التي جعلت المخرجين بيسندون إليها تلك الشخصيات التي نجحت في تجسيدها بحرفية شديدة، جعلت من يشاهدونها يخافونها ويكرهونها بمجرد مشاهدتها، وقد تركت بصمة فنية خاصة بها في جميع أعمالها. واستطاعت بموهبتها الكبيرة أن تثبت وتؤكد أنها وإن لم تكن نجمة شهيرة إلا أنها كانت ممثلة قديرة لم تعتمد يوما على أنوثتها أو جمالها، ولكنها اعتمدت دوما على موهبتها الكبيرة وإحساسها الصادق. الفنانة ملكة جمل اتولدت في يوم 29 يناير سنة 1929 بمحافظة بورسعيد، وتوفيت في يوم 23 ديسمبر سنة 1982 عن عمر يناهز 53 سنة. حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية ثم شهادة المعهد العالي للتمثيل. ورغم تجسيدها لأدوار الشر إلا أنها عرفت بطيبة قلبها وحبها للجميع، وعرفت واشتهرت من خلال شخصية خالتي بامبا الفضولية اللي بتتدخل دوما فيما لا يعنيها، كما إنها صرصارة بدرجة جعلت الناس يشبهون هواة الثرثرة بأنهم مثل خالتي بامبا اللي كانت بيوبخها زوجها أبو سيد، وبتختم الحلقات بادعاء البراءة والمسكنة وبتقول دوما يا عيني عليا. وتلك الشخصية أدتها الفنانة ملكة جمل باقتدار وعفوية، جعلت المستمعين بيتابعوا برنامج إلى ربات البيوت الذي كان يذاع يوميا على موجات إذاعة البرنامج العام لسنوات طويلة. في السينما استطاعت تجسيد جميع الشخصيات بمهارة وحرفية شديدة تجعلنا نصدقها في أدوار الشر ونخشاها. فمن ينسى دورها الشهير في فيلم الشموع السوداء، حيث جسدت شخصية حكمة المرأة غريبة الأطوار القاسية الغيورة القاتلة، حيث أدت دورها بمهارة وإتقان وعفوية شديدة جعلتنا نكرهها في طفولتنا، بل نكاد نموت رعبا حين نتابع خطوات قدميها وهي تتسلل لتتصنت على الغرف. وكمان صدقناها في دور الشر، صدقناها في شخصية المرأة الطيبة زوجة الريس خميس أو الفنان فريد شوقي في فيلم رصيف نمرة 5، وتعاطفنا معاها وبكينا عليها حينما تم قتلها. وبين الشر والطيبة كانت للفنانة ملكة جمل عدة مشاركات فنية وإن كانت قليلة وذات مساحات صغيرة، إلا إنها لا تنسى، مثل دورها في مسرحية سكة السلامة، حيث أدت دور المرأة المتعالية التي كانت حسب كلها بتشتري الجرايد كل يوم طازة بطازة، ودور المدرسة المسترجلة التي تتحرش لفظيا بزميلتها في فيلم الطريق المسدود مع فاتن حمامة، ودورها في فيلم أم العروسة والخطبة في فيلم إسماعيل ياسين في الأسطول، والعمة المادية التي بتحاول حرمان بنات أخيها من الميراث بعد وفاة أخيها في فيلم نادية، والقوادة في فيلم شفيقة ومتولي. كما أجادت أداء أدوارها في عدد من المسلسلات التلفزيونية مثل القاهرة والناس وعيلة الدغري وأوراق الورد وغيرها. الله يرحمها الفنانة ملكة جمل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.